اليوم ميمتي باش تعطيكم الوصفة الكاملة للشمنكة. قولونا انتم منين تعملوا شمنكة بنفس طريقتنا ولا وتحبوها كما تحبها ميمتي؟ توا ناخذوا الكرشة متاعنا ننظفوها بالباهي. ميمتي غلتها ربع ساعة بعد لوحة ماها وعاودت حطينا معاها الثوم والتابل والفلفل الأحمر. وبالطبيعة ميمتي ما ثماش ماكلة متحطش فيها زيت الزيتونة. وزدنا معاها مغرفة ونص طماطم كونسونطري ونحركوهم مع بعضهم ونحطوهم يتلهوجوا. ديما تقولوليش معناها يتلهوجوا معناها نحطوهم يغليوا مع بعضهم. نمرقوهم بالماء. نسينا ما حطيناش الهريسة العربي الدياري من يدين ميمتي. تحبوا تشوفوا وصفتها في صفحتي. تعطي بنة كبيرة للصوص. بالطبيعة نحطوا البصل شمنكة من غير بصل ما تسمش شمنكة ونحطوا الملح حسب الذوق ونمرقوا بالماء ونخليو كل شيء يتلهوج مع بعضه. بعد نص ساعة ملي تغلي نحطوا الحمص. حمص ميمتي ديما حاضر راهو طيب بالمصبة. سهل لها التطيب على الاخر باش ما تقعدش تستناه يطيب. وشمنكة قاعدة تغلي ما بين الساعة والساعة وربع لين طابت الكرشة. توا شوفوا معايا المنظر شوفوا معايا البنة.